كلام على ايه الكلام على ايه الكلام على ايه؟ لعيب سويدي ولا مين ده؟ ال ام بس ده ايكون ولا مين؟ ايكون ولا مين؟ 105 105 اللي كده. يعني احنا بعد ما وصلنا اوفر 112 عايزين نزود عشان نوصل لاوفر 113. فتعالى صلي على النبي ونشوف الكلام على ايه، ونخش تاني الباك الاكسترا تايم ونشوف الجمدان نشوف الجمدان نشوف الجمدان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تعالى نصلي على النبي ونشوف ال 100 نقطة دول هيدينا 30,000 نقطة ولا 10,000 جوهرة ولا لعيب من 103 ل 105 وبيتباع، لا اما لعيب من 106 ل 107 مش بيتباع. تعالى نصلي على النبي ونبدأ الفيديو بباك جامدة جدا 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 من أهم الباكات في اللعبة دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم عمر لوكا في فيديو جديد. طبعا بعد ما وصلنا اوفر 112 الفيديو اللي فات وحققنا يعني حاجات كتيره جدا جامده في طريقنا لاوفر 113 ان شاء الله. النهارده بعيدا عن ان احنا هنصرف 11,000 جوهره ان شاء الله وهنفتح باكات كتير جامده جدا نزلت في الريفريش وهنشوفها مع بعض. هنفتح ايضا باك الاكسترا تايم، باك الوقت الاضافي، ام 40,000 نقطه وام 4,000 نقطه والفري وكل حاجه. هنبقى زي ما قلت من اول الناس في مصر تحقق ايضا باكات الاكسترا تايم كلها اللي هي لسه نازله يوم الخميس تقريبا امبارح وفي الريفريش، وانا النهارده يوم الجمعه بصور، ولكن ممكن انزل لكم الفيديو ده بكره ان شاء الله يوم السبت. طبعا الباك الفري اول حاجه احنا فتحناه مرتين، بيطلع لنا في كل باك 5 نقط ممكن نفتح بيهم هنا لما نجمع 100 نقط زي ما احنا شايفين معانا 10 نقط. النهارده هنشوف في الباك ام 40,000 نقطه بيطلع كام، في الباك ام 4,000 نقطه بيطلع كام. فتعالوا نصلي على النبي ونخش في الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك على الفيديو، وتعالى نبدا الفيديو بتاعنا. يعني مش عارف نبدا من الفيديو من ال 4,000 بعدين ال 40,000 بعدين باكات الجواهر. تعالوا نصلي على النبي ونخش في الفيديو بتاعنا ونبدا الفيديو بالصلاه على النبي. واول باك ب 4,000 نقطه قبل ما نفجر باكات الجواهر وقبل ما ناخد لاعب ريال مدريد وقبل ما ناخد لعيبه ثانيه كتير جدا حلوه ان شاء الله. وادي زي ما شايفين ايضا لعيبه 96، ولكن لعيبه 96 بتتباع. يعني هنا الباك دي بيطلع لعيب من 94 ل 101 لا اما بيتباع لا اما من 102 ل 107 ولكن مش بيتباع، وايضا بيطلع نقط. فتعالوا نصلي على النبي ونشوف هيطلع نقط ولا لا، ولا هيطلع كل اللعيبه 96. لحد دلوقتي طلعت لعيبه 96، وامبارح على فكره فتحتها 3 مرات طلع لي اعتقد 3 لعيبه برده لاعبين 96 ولعيب 95. فدي عشان نكون فاهمين الفكره كده من اول الفيديو. ادي لعيب 97، يعني دي الفكره. برضو ممكن نحطهم في المقايضات وهكذا. ولكن تعالى نصلي على النبي ونفتح الباك ام 40,000 نقطة ونشوف الكلام على ايه. وعايز اقول لك ان ال 100 نقطة دول طبعا بيدونا حاجات. يعني ال 100 نقطة ال 100 نقطة دول بيدونا ايه؟ بيدونا لعيبه من 103 ل 106 لا اما 10,000 جوهره لا اما جمدان لا اما جمدان بصراحه. فتعالى نصلي على النبي ونشوف الباك ام 40,000 نقطه هتدينا كام، ونخش بقى نصرف باكات الجواهر الجامده جدا 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 ونشوف بقى اللي هيحصل معانا. تعالى نبدا الفيديو بالصلاه على النبي، وما تنساش تسيب لايك على الفيديو واشتراك في القناه ونخش في الباك ام 40,000 نقطه. طبعا ال 100 نقطه دي اللي انا بقول عليهم بيدوك لا اما 30,000 نقطة من الاكسترا تايم نقط الوقت الإضافي، لا إما 10,000 جوهرة، لا إما لعيب من 103 ل 105 بيتباع، لا إما لعيب من 106 ل 107 بيتباع. يعني إحنا عايزين نجمع ال 100 نقطة دول بأي طريقة بأي طريقة. ولكن تعالوا نصلي على النبي ونبدأ بالباك ام 40,000 نقطة نشوف فيها لعيبة بتتباع ولا فيها لعيبة قصدي مش بتتباع حلوة ولا لأ، فيها نقط من ديت ولا لأ. فيها 100 نقطة، فيها لعيب 103، فيها لعيب 102، فيها لعيب 102. طبعا احنا هناخد ال 100 نقطة لأن أقل لاعب لو طلع لنا في الباك الثانية هيكون 103 أصلا، وهنا أعلى لاعب 103. فاحنا هناخد ال 100 نقطة ونشوف هنعمل إيه النهاردة بال 100 نقطة، وإن شاء الله إن شاء الله هيكون جمدان جمدان جمدان. تعالى بقى نصلي على النبي وناخد ال 100 نقطة بتوعنا ونفجر اللعيبة كاملة هنا من 106 ل 107 لا اما لعيبه من 103 ل 105. ان شاء الله يطلع لنا حد حلو كده. يعني احنا بعد ما وصلنا اوفر 112 عايزين نزود عشان نوصل لاوفر 113. فتعالى صلي على النبي ونشوف الكلام على ايه، ونخش تاني الباك الاكسترا تايم ونشوف الجمدان نشوف الجمدان نشوف الجمدان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تعالى نصلي على النبي ونشوف ال 100 نقطة دول هيدينا 30,000 نقطة ولا 10,000 جوهرة ولا لعيب من 103 ل 105 وبيتباع، لا اما لعيب من 106 ل 107 مش بيتباع. تعالى نصلي على النبي ونبدأ الفيديو بباك جامدة جدا 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 من أهم الباكات في اللعبة دلوقتي. ونصلي على النبي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.
لا اما 10000 جوهره، لا اما لعيب 103 سي ام، لا اما 30000 نقطه، لا اما حاجات كلها ملهاش لازمه. اتوقع ان انا اختار ال 10000 جوهره، لان ال 30000 نقطه دول كده كده اجمعهم في 3 4 ايام على ما يحصل ريفريش عشان افتح الباك 40000 نقطه. لعيب ال 103 اللي بيتباع، استنى نشوف ال 103 ده بكام. لا اما ناخد ال 10000 جوهره عشان عندنا باكات كتير جدا بالجواهر وهنصرف 20000 جوهره تاني. ولكن تعال نشوف اللعيب دوت بتاع الحدث بتاعنا دوت، اعتقد الاخير والجديد. نشوف اللعيب ال 103 ده بكام، بعدين ناخد اللعيب بتاعنا. بسم الله بسم الله. بس ان شاء الله الباك دي جامده جدا على فكره، وهيطلع للناس حظوظ ولعيبه جامده. لعيب ب 140 مليون، مش عايزه. عايز ال 10000 جوهره اولى قوي قوي بالنسبه لي. وتعالى نصلي على النبي ونشوف الكلام على ايه. كلام على ايه كلام على ايه كلام على ايه كلام على ايه بعد ما ناخد ال 10000 جوهره. وان شاء الله نحقق حاجات كتير جدا، باكات جواهر كتير جدا دلوقتي باكتر من 20000 جوهره. فتعالى نصلي على النبي ونشوف 10000 جوهره مع بعض. 10000 جوهره، 10000 جوهره. بصراحة بصراحة يعني باك 10000 جوهرة دي، يعني ده كان لسه في مفاجأة بالنسبة للجواهر، ولكن 10000 جوهرة أعتقد ده حاجة جامدة جدا على 10000 اللي معايا. يعني 20000 جوهرة. تعالوا نخش نصرفهم ونشوف الكلام على جمدان وهنعمل ايه مع بعض ب 20000 جوهرة. طبعا في باكات جامدة جدا والنازلة جديدة هنشوفها مع بعض، وهي الباكات دي باك ب 4000 وباك ب 2000 نقطة بس، ومن 101 ل 107. تعال نبدأ كده. باك ب 2000 نقطة من 101 ل 107 مش بتتباع، وفي باك تانية ب 4000 نقطة ولكن بتدينا لعيبة بتتباع. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك في على الفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، عشان معانا فيديوهات كتير جدا جامدة ومفاجأة ان شاء الله. ودي اول لاعب واول فيديو معانا لعيب فرنسي ال ام باريس سان جيرمان. 101 ال ام بس 101. يعني الحظ اتوقع قليل في الباك دي، وانا كنت متوقع ان هو قليل. ولكن تعال نشوف هنا باك ب 4000 جوهره فيها لعيب بيتباع من 98 ل 107. يا رب يطلع لنا حد حلو، يا رب يطلع لنا حد حلو بيتباع غالي جامد. بلجيكا ده ار بي ريال مايوركا ولا مين دوت؟ 98 ماشي. 15 مليون مفيش ادنى فايده. تعال نرجع للباكات الاساسيه بتاعتنا. الحدث الاساسي بتاعنا الجديده بقى اللي هي بقى من 102 ل 107. من 102 ل 107 اول باك هنفتحها مع بعض من الحدث الجديد بتاعنا، ونصلي على النبي ونكمل الفيديو مع بعض ونشوف الكلام على ايه. كلام على ايه كلام على ايه كلام على ايه. لعيب سويدي ولا مين ده؟ ال ام بس ده ايكون ولا مين؟ ايكون ولا مين؟ 105. 105 ال ام. يعني بصراحه لو انا عندي مركز ال ام، ولكن انا ما بحطش مركز ال ام، ولكن ده ينفعنا حتى لو دكه. ده هينفعنا حتى لو دكه. تعال شوف رجليه. في لعيبه ال ام بيكون رجليها 5 و5 وعليها ارتو جامد. ده رجليه 4 و5 مهاره حلوه 4 سكيل. رجليه 4 و5 جامد. لا جامد بصراحه جامد. تعال نصلي على النبي ونكمل. ادي دي اول باك واول لعيب معانا. احنا معانا كام تاني نقطه؟ معانا 12000 نقطه. ممكن نفتح لعيب تاني بيتباع ب 4000 نقطه، ولا نفتح ام 7000 ونص. شايف افتح ام 7000 ونص تطلع وحشه. وحشه بتطلع وحشه دايما. ولكن تعالى نصلي على النبي ونشوف. عندنا باكات شامبيونز ليج. الشامبيونز اختفت. الشامبيونز اختفت. ايه اللي بيحصل؟ فين الشامبيونز؟ موجوده. موجوده الشامبيونز. تعالى نفتح باك الشامبيونز ونروح نكمل الباكات التانية. مش عارف ايه الفكرة من الشامبيونز، يمكن يطلع لنا حد سي بي حلو زي اريخو مثلا ولا حاجة. ولكن تعالى نصلي على النبي ونكمل الفيديو ونكمل باكات كده حلوة من الشامبيونز ليج. معانا لعيب ياباني ده كوبو ار دبليو ولا سي دي ام. سي دي ام ليفربول 101. ده اندو 101 ماشي ماشي. واضح ان الحظ مش هيبقى احسن حاجة النهاردة. ولكن تعالى نكمل الباكات بتاعتنا. لعيب ب 7000 ونص. لعيب ب 3000. تعال نشوف هنا لعيب ب 3000 حلو. حلو من 102 ل 107 تاني، ونشوف يمكن يطلع لنا حد من الحدث الجديد دوت. مش راضي يطلع لنا حد. وادي تاني لعيب من 102 ل 107. ونصلي على النبي ونشوف. يلا يلا يلا. نيجيري سي دي ام ليستر سيتي 103 نديدي. 103 نديدي سي دي ام. يعني اعتقد احنا هنخلص الجواهر كده على ولا حاجه.
باقي لنا باك تانية ما فتحناهاش صح؟ في باك تانية ما فتحناهاش ولا هي خلاص الباك ام 4000 نقطة اللي باقية؟ الباك ام 4000 دي وفيها لعيب يتباع، نجربها ايضا بالمرة يعني يمكن الحظ يغلب. على فكرة احنا قبل كده طلع لنا ديفيز، تعالوا نصلي على النبي ونشوف النهارده يمكن يطلع لنا حد حلو بيتباع يا رب. سنغال سي دي ام، لا ايكون 98. كنت عارف ان هو مش حلو، انا مش عارف انت ليه بتحمسنا. طيب باقي 2700 جوهره بس، اعتقد خلاص كده احنا هنقفل الفيديو. واضح ان الحظ هنا مش احسن حاجه. طبعا باكات الاكسترا تايم زي ما قلنا على فكره حلوه جدا، بعيدا عن انها طلع لي جواهر والحظ معايا كان سيء، ولكن حرفيا احنا كل يوم هنفتح، كل يوم بنفتح في حدود اقل حاجه 12000 جوهره. كل يوم تفتح الثلاث باكات اللي هم ب 4000 جوهره، بيدوك ممكن يدوك 5 نقط فري من النقط ديت عشان تجمع ال 100 نقطه. ونفس الكلام الباك الفري اصلا برضو بتديك تختار ما بين لعيب وما بين 5 نقط، فانت كل يوم ممكن تجمع 10 نقط اصلا، ممكن كل 10 ايام مستريح تفتح دي، بعيدا عن الباك ام 40000 نقطه اللي انت اصلا كل 4 ايام بتفتحها بتديك 100 نقطه كاملين تفتح بيهم الباك على طول، ويطلع لك فيها لا اما 10000 جوهره، لا اما 30000 نقطه، لا اما لعيب من 103 ل 105 بيتباع، لا اما لعيب من 106 ل 107. فيعني لعيب من 106 ل 107 اصلا دي حاجه لوحدها، اتمنى ان هي تطلع لي حتى لو بعد 4 ايام. وهتختار 4 لعيبه من 106 ل 107، تختار منهم واحد انت عايزه، فباك جامده جدا. وتعالى نختم الفيديو بلعيب من انجلترا سي دي ام ريال مدريد، جود بيلينجهام. اعتقد طبعا في معانا مفاجآت ومعانا نقط جمعناهم، ولسه هناخد ركبه 105 اس تي، ولسه هنعمل مفاجآت جامده جدا. والنهارده طلع لنا لعيب 105 ال ام ايضا ممكن نحطه دكه طبعا، وظبطنا الخطه. معانا لعيبه جامده جدا، معانا ستام، معانا يا توري، معانا شيفزينكو، معانا امبابي جامد جدا جدا. طلع لنا النهارده لعيب 105، معانا اندريك 105. اعتقد بصراحه خطتنا بعد ما وصلنا اوفر 112 جامده جدا. مستنيين لعيب بقى من 106 ل 107، ومستنيين نختم بقى يعني نخلينا في طريقنا ل 113 ان شاء الله. واعتقد ده كان فيديو النهارده، يا ريت يكون خفيف على قلوبكم كده، وباك الاكسترا تايم الجميله اللي بتحصل لها، اللي في كل ريفريش بتثبت لنا ان هي اجمد من اللي قبلها. على فكره اخر مره ما كانتش حلوه خالص، من يومين 3 لحد الريفريش ده حصل. اتوقع في ناس هتطلع لها لعيبه من 106 ل 107، في ناس هتطلع لها لعيبه من 103 ل 105 بتتباع باقل حاجه 150 مليون زي ما شفنا النهارده. فيعني انجوي كلكم. وفي الاخير ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه. كان معاكم عمر لوكا، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.